لنتعرف الآن على ما حصل من خلال قراءة ما وصل إلينا عن هولاك وقادة المغول وعساكرهم، مع الالتفات إلى أنه لو لم يصل إلينا عنهم إلا ما وصفوا به الخليفة بالأبله، وصفوا الخليفة بالأبله، لكفى هذا، لكفى لكل عاقل معرفة ما جرى وسبب ما جرى، ولتيقن حقيقة التدليس التيمي الذي جرى. والكلام في موارد. المورد الأول تاريخ الإسلام في الجزء 48 في صفحة 261. قال الذهبي: حكى جمال الدين ابن رطلين عن أبيه أنه قال: أخذوا الخليفة ليقتلوه، وكان معه خادم يقال له قرنفل، فألقى عليه نفسه يقيه من القتل، فقتلوا الخادم وعادوا إلى رفس الخليفة حتى مات، وكانوا يسمونه الأبله. وحدثني شيخنا ابن الدباهي قال: لما بقي بين التتار وبين بغداد يومان أعلم الخليفة حينئذ، فقال: عدلان يروحان يبصران إن كان هذا الخبر صحيح. ثم طلب والدي فحضر إلى بين يديه، أي ثم طلب الخليفة والدي فحضر إلى بين يديه وطلب منه الرأي، وقال: كيف نعمل؟ قال الخليفة: كيف نعمل؟ فصاح والدي وقال: فات الأمر، كنتم صبرتم زاده، لو صبرتم أكثر يكون أفضل. فات الأمر، كنتم صبرتم زاده. المورد الثاني الذهبي في تاريخ الإسلام جزء 48 في صفحة 37 سنة 56 و600 656 هجري كانت بغداد. قال الذهبي: إن التتار يبذلون السيف مطلقا، فإنه راح تحت السيف الرافضة والسنة وأمم لا يحصون. ثم ضرب هولاكو عنق باجونين لأنه بلغه عنه أنه كاتب الخليفة وهو في الجانب الغربي. لاحظ، كل من يشك به يقطع عنقه، ينتهي الأمر. هذا قائد من قادة هولاكو. لاحظ، مجرد ما بلغه أنه كاتب الخليفة ضرب عنقه. يكمل الذهبي يقول: ما زالوا في قتل وسبي وتعذيب عظيم لاستخراج الأموال مدة 40 يوما، فقتلوا النساء والرجال والأطفال، أهل البلد وأهل سائر القرى ما عدا النصارى، أين لهم شحاني حرسوهم، وانضم إليهم خلق فسلموا. وكان ببغداد عدة من التجار سلموا لفرمانات والتجأ إليهم خلق. إذن يوجد تجار، هو يتحدث عن تجار أعطوا الأموال، دفعوا الرشا، دفعوا الفدية، فأعطوا الكتب، عدم التعرض، كتاب الأمان، والتجأ إليهم خلق من الناس، من العراقيين، من أهل البلد، وأيضا سلموا على أنفسهم. وكان ببغداد عدة من التجار سلموا لفرمانات والتجأ إليهم خلق، وسلم من بدار ابن العلقمي ودار ابن الدامغاني وصاحب الديوان ودار ابن الدوامي الحاجب. هؤلاء لا يذكرهم ابن تيمية حتى يتم التغرير وتتم الأكذوبة ويتم الافتراء على ابن العلقمي. لاحظ، ليس فقط ابن العلقمي، لكن يوجد غير ابن العلقمي من علماء السنة جرى لهم ما جرى لابن العلقمي. يقول: وسلم من بدار ابن العلقمي ودار ابن الدامغاني صاحب الديوان ودار ابن الدوامي الحاجب، وما عدا ذلك ما سلم إلا من اختفى في بئر أو قناة، وأحرق معظم البلد.